بودكاست معرفة في اللحظة اللي بيقف فيها العدوان الغاشم قدام شعب ما بيتهزمش. النهاردة هنتكلم عن حاجة وطنية جدا، بنتكلم عن بعض المعارك المصرية وأهمها اللي كانت وما زالت بتشكل التاريخ الحديث لحد النهاردة. معانا النهاردة أحد أبطال حرب أكتوبر 1973. حرب أكتوبر دي احنا النهاردة يعني عدينا عليها سنين السنين، وفي ناس النهاردة من الشباب الصغير ما يعرفش عنها حاجة. فلازم النهاردة نستفيد من الناس اللي حضرت والناس اللي شافت والناس اللي عاشت اللحظات دي والناس اللي سمعت من اللي قبلهم كمان. النهاردة معانا العميد البطل حسن قنديل. ازيك يا معالي البطل؟ احنا النهاردة طبعا مقدمة اقل ما يعني توصف ان هي يعني حاجة كده تدعو للفخر ان احنا قاعدين مع حضرتك النهاردة. ربنا يخليك، كل سنة وانتم طيبين كده دايما، ودايما نتكلم عن انتصارات الشعب المصري دايما على طول بإذن الله. يا رب دايما. احنا هنبدأ من بداية خالص. اللحظة اللي احنا فيها، احنا بنتكلم النهاردة يوم 22 ديسمبر، يعني بكرة عيد النصر لبورسعيد، ويمكن لمصر كلها اللي بورسعيد قدمته لمصر. حابين نعرف من حضرتك كده مبدئيا يعني مقدمة عن العدوان الغاشم اللي حصل ده، كان سببه ايه ودنيته ايه وتفاصيله، الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش دي. طبعا اولا بهنئ شعب بورسعيد بالعيد، عيد بورسعيد اسمه عيد بورسعيد القومي، اللي هو يوم 23 ديسمبر، اللي فيه طلع فيه اخر جندي مستعمر عن بلدنا بورسعيد وعن عموما عن مصر بالكامل. احنا عارفين ان الحرب 56 دي جت دي ضمن حروب قامت بها اسرائيل علينا، ولازم قبل ما نبدا نعرف ان اسرائيل قامت بكذا حرب علينا، وده دليل على ان احنا مطمع لجميع الناس نظرا لموقع مصر المنفرد اللي موجود في وسط العالم ومعروف لدى العالم بالكامل. هنقول ان الحروب اللي قامت عليها اسرائيل اولا حرب 1948، ثانيا حرب 1956 اللي احنا هنتكلم عنه، ثم 1967 حرب النكسة، ثم حرب 69 حرب الاستنزاف، ثم حرب 73 حرب اكتوبر العظيم والعبور العظيم، وفي النهايه خلص حرب التنميه اللي احنا عايشينه الايام دي، التنميه الدوله المصريه. نتكلم على حرب 56. عدوان 56 كان له ظروف صعبة جدا بالنسبة لمصر أيام ما كان الزعيم جمال عبد الناصر طبعا كان حاكم مصر. احنا عارفين ان الثورة قامت 1952 وعملت اتفاقية الجلاء سنة 1954. 54 جلاء بدأت فيه اتفاقيات ان العساكر بتطلع على مراحل من 54. قعدنا من 54 ل 56 ولسه الجنود عمالين يطلعوا الانجليز ولسه ما زلنا محتلين. وبعد ما طلع اخر جندي من بورسعيد في سنة 56 26 يوليو 56 كان اخر جندي كان طالع، بس كانت قناة السويس كان بيديرها انجليز وفرنساويين، كانوا ماسكين القناة السويس. ليه كانوا ماسكين قناة السويس؟ لان قناة السويس كان لها حق امتياز، عاملين اتفاقية ان هم مسيطرين عليها واخدينها عشان ياخدوا قراطها لمده 99 سنه. ده بقى يعني مده لا يمكن هتطلعهم. واحنا لما جه جمال عبد الناصر وجي وعمل وطلعنا الجنود، طب القناه هيعمل فيها ايه؟ قناه السويس هنعمل فيها ايه الكلام ده؟ فكان في خاطره كله عايز يعمل اي طريقه بحيث ان القناه دي تسترد لنا، لان لما هنيجي نشوف 99 سنه تنتهي امتى؟ ممكن تنتهي في حدود، كانت تنتهي في حدود سنه 67. يعني هو قايم بثوره، ده احنا في 56، يعني لسه 11 سنه هيشتغلوا القناه، والقناه دي بتدير عليهم فلوس. الناس تقول طب هو ما خدوا القناه ليه؟ ايوه القناه لان مصر كانت فيها عليها ديون، مندوب انجليزي وفرنساوي يديروا القناه عشان ياخدوا فلوس يسدوا بها ديون مصر. فطبعا عمليه طبعا استغلال، ما بقتش كده. ففكر الزعيم جمال عبد الناصر يعمل ايه؟ خطه الثوره، ان هو كان عايز يبني السد العالي. ففي بناء السد العالي طبعا ما فيش دوله بتبني سد الا لازم بقرض وبدعم بقروض ميسره بفوائد بسيطه. فكان طلب مع امريكا واتفقنا مع امريكا، اتفق مع امريكا ان هتدي له قرض، واتفق مع انجلترا وفرنسا هيدوا له قرض، واتفق مع البنك الدولي ان هيدوا له قرض. جه احنا بقى في سنه 56 في يوليو 56 بدأ يجي السفير الأمريكي استدعى السفير المصري، قال له تعالى في إيه يا سعادة السفير؟ قال له على فكرة احنا سحبنا القرض اللي احنا هندولكم وسحبنا رأينا احنا هنفركش. قال له خلاص. السفير المصري قال له خلاص ماشي. رجع السفير المصري بلغ جمال عبد الناصر، بص لقى كمان انجلترا اتصلت بيه وقالت له معلش احنا اسفين برضه، احنا والله اتزنقنا في الفلوس ومش هنقدر نساعدك. قال لك تمام. بعد كده قام اتصل بالبنك الدولي وقال له والله احنا متاسفين عايزين نبلغ خبر مش حلو،
قالوا له والله نتيجة للقرار الأنجلو أمريكان بسحب القرض إحنا برضو مش هنقدر ندي لحضرتك قرض، وعلى فكرة إحنا لنا أسباب. إيه الأسباب؟ قالوا أولا أول سبب إحنا كنا عاملين شوية تعديلات في المشروع اللي قدمته مصر وأنتوا رفضتوا التعديلات دي. قال له ماشي. ايه تاني؟ قال له بعدين انت كان حصتك المفروض تدفع 700 مليون دولار، منين انت هتجيب ال 700 مليون دولار؟ انتوا معاكم فلوس، بس والله احنا اسفين، هي الحاجتين دول بيعجزوكوا، فمعلش ايه سيبها اما بعدين كده نبقى نتفق بعد كده. طبعا عبد الناصر راح ما نامش بالليل بقى، طبعا عمليه يعني صعبه جدا. فعبد الناصر جه في دماغه قال طب ما انا اروح للاتحاد السوفيتي، والله انا حصل كذا كذا فانا عايز منكم قرض. فقال له للاسف احنا مشغولين جدا. كانوا ايامها مشغولين في حروب محليه جوه، كان في منطقه اسمها بولونيا وكان في حرب بولونيا في روسيا، فكان مشغول. فقال والله يا سياده الزعيم احنا مشغولين جدا ومش هنقدر نديك فلوس الوقت. عبد الله قال لا كتر خيرك والله متشكرين جدا. ما كويس اللي قال له كلمه حلوه يعني. بالظبط. ما فيش اي سبب. فكر جمال عبد الناصر بقى طب اعمل ايه؟ طب انا عندي قناه السويس وبيديروها وبتجيب فلوس، طب ما انا اولى بيها كمصر ان انا اخد قناه السويس زي ما جت في الفيلم بتاع زي ناصر 56 وجاب الناس الكبار. ايه يا جماعه؟ ورغم ان كلهم قالوا لا يا سياده الرئيس ده عمليه كبيره جدا، الناس العالم كله هيتقلب علينا. هو دماغه ابدا لازم مصلحه مصر، لازم نسترد القناه، ما ينفعش نبقى احنا مستقلين كده وفي استعمار جوه الاستعمار. وفكر قال خلاص انا هامم القناه، واتفق مع الناس بتوعه وجهز الاطقم بتوعه اللي هيديروا القناه. طبعا العمليه خدت وقت اكيد طبعا لان احنا الجلاء كان 54 احنا تمام القناه كان 56 فخدت وقت كبير. وبعد ما فكر وكلم وخطط للموضوع قال خلاص بقى احنا هنخطب وهنقول كلمه وجهز الرجال وجهز كله، لان لازم عشان تنتصر على العدو بتاعك لازم المفاجاه والمبادئه. المصارعه اللي بيبدا الاول هو اللي بياكل القضيه على طول. اكيد طبعا. تمام. فقال خلاص انا هفكر في الكلام ده تمام، وفكر تماما واعد الخطاب. طب اعمل ايه؟ ما انا عايز اللحظه دي افاجئ، ما اقولش امم الكهرباء راح اقول لهم تعالوا امشوا، لا. فقال ان انا هقول كلمه ديليسيبس. اول ما ردت كلمه ديليسيبس الكل يركب العربات. ده بقى ايه ساعه الصفر بقى، كله يتحرك على مواقعه وانا اقول، وبعد كده هخلص الخطاب يكون كل واحد قاعد في موقعه. وفعلا خطب الخطاب وقال ان تم اما تشارك القناه الشركه مساهمه مصريه وكده. وبعدين ايه اما قايل كده انا بوجه خطاب للامريكيين: ايها الامريكيون موتوا بغيظكم، سنؤمم القناه وسنديرها وسيديرها مصريون وسنأخذ دخلها 100 مليون دولار سنويا، فلماذا لا نبني السد بأموالنا؟ سنبني السد بأموالنا. وقفلت على كده. اتقلبت الدنيا. فين انجلترا وفين الجيوش؟ قلبوا الدنيا. هيعملوا ايه؟ طبعا احنا في يوليو، يعني في يوليو 56 عملوا ايه بقى؟ قعدوا يوليو اغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر، بعد 5 شهور 30 نوفمبر او 29 نوفمبر بالظبط بدأوا يدوا لنا انذار، جالنا انذار انجليزي: الكلام ده ما تتعملش والا هيحصل كذا كذا وهنخش نعمل كذا وكذا وكذا وهنقوم على البلد، لازم تيجوا تتفاوضوا معانا. طبعا 29 وعايزين رد في 24 ساعه. يوم 30 نوفمبر مصر قالت لهم لا مش موافقين على حاجه. يومها قايمه اسرائيل بغارات على سيناء، فاجئتنا. هي ما بتصدق بتستطعم على فكره. ودخلوا الحرب، دخلوا في سيناء عشان عايزين يعملوا ايه؟ عايزين ياخدوا الضفه الشرقيه بتاعت قناه السويس ويحتلوها. يبقى انت لا هتعرف تمشي مركب ولا هتمشي سفينه. قام الجيش المصري لما شاف كده اتحرك وراح على سيناء، لان سيناء دي هي الاساس بتاعتنا، البعد بتاعنا الشرقي وهي الحدود الشرقيه وواسعه ومطمع للجميع لان الارض فاضيه. وبعد كده قال لك خلاص بس قامت داخله ايه اسرائيل، رجعت بالطيارات. جت بقى الانجليز قام بعت قال ايه القوات المصريه في يوم 24 ساعه القوات المصريه لازم ترجع تسيب سيناء وترجع 10 ميل من قناه السويس وتسيبها، واحنا هنخش كقوات انجليزيه وفرنسيه هنخش مدن القناه، هناخد مواقع معينه نامن نفسنا. يا سلام ده العمليه بقى يعني. اتفضل، ده انا لو بديك بيتي مش للدرجه دي. لا طبعا قال له طبعا اسف جدا ولا هتقدر تعمل حاجه زي كده. وجهزنا قوتنا ودخلنا على سيناء بالقوات. هم عايزين بقى يعملوا تدمير، عايزين دمار. قال لك بس هنخش على مدن القناه. دخلوا على اول حاجه ايه زي بورسعيد. بورسعيد هي المدخل الشمالي لقناه السويس، وقاموا داخلين منين؟ من عن طريق البحر المتوسط، وقاموا اسقطوا مظلات، قوه مظلات كبيره جدا نزلت في بورسعيد. وبدا بقى ما الجيش بقى مشغول بسيناء، بدات المقاومه تعمل. مقاومه بورسعيد اللي كانت متدربه في الفتره اللي فاتت اللي بعد الثوره، كانوا قلقين الانجليز
عمالين يضربوا المعسكر بتاعتهم والخيام بتاعتهم. هو كان عندهم قاعده هناك في كازينو بالاس، اللي هو الشان، اللي هو قدام قاعده ديليسيبس، كان في كازينو بالاس كده مظبوط. جنبها، وكان الفدائيين كانوا بيتدربوا جنب قاعده ديليسيبس في معسكر. فكان منهم ناس كتير جدا معروفين، ومنهم اللي اسمه محمد مهران، الفدائي محمد مهران كان من ضمن الناس اللي بتدربوا. وبعد كده ايه بدات بقى ايه المقاومه تظهر، بدات المقاومه تاخد مهمه وتطلع على مطار الجميل، واحتلوا مطار الجميل وبداوا يصطادوهم زي العصافير. اللي ينزل اللي يتاخد. ينزل يتضرب، اللي ينزل يتضرب. وكانوا بيعطوهم ايه حاجات بسيطه، بنادق صغيره، مدام بندقيه 762 في 39 بندقيه بتاعت زمان ديت، ومعاهم شويه قنابل يدويه، وهي دي السلاح بتاعه. طبعا هو نازل لا حول له ولا قوه، لا يقدر يضربك ولا يقدر يحمي نفسه ولا يقدر يدافع عن نفسه، ده مظله ونازله بالهواء، لا يمكن هيعمل حاجه الا اول ما ينزل على الارض يبدا ويلم يتعامل. بقى عدته ديت يكون انتهى. الفدائيين دمروا قوه كبيره جدا من المظليين ومن الانجليز، وما كانوش مصدقين، لانه ما قال لك ان احنا هننزل ناحيه مطار الجميل، لان كانت باينه ان هي منطقه فاضيه، لكن كان راقدين الفدائيين في حفر برميليه قاعدين واخدين مواقعهم، واتفاجئوا بالقوه الهائله بتاعت الفدائيين. فدائي مدني مش عسكري، يعني راجل مدني واخد تدريب بسيط، واخد لما يجي عدو اضربه، مفيش بقى فنون القتال والكلام من ده، انا كده واضربه بس، امر اضرب هضرب ماليش دعوه، مظبوط. المهم اللي يجي له اضربه. وتم الضرب ده، وكان من بينهم كان محمد مهران ده اللي هو كان ماسك واخد مهمه مطار الجميل. محمد مهران ضرب فعلا، دمر قوه كبيره زي ما هو قال، وبلغني كده لان انا قابلته شخصيا، وقال لي خلصت الذخيره بتاعتي. طب وبعد كده عمل كان معايا حوالي 5-6 قنابل يدويه، استعملت القنابل اليدويه، الصف في دماغه وفي رجله، وهم حسوا بيه وشافوه مصاب، طلعوا يجروا عليه، مسكوه فتشوه، عرفوا ان هو فدائي. قالوا ده انت بقى فدائي ومقاومه وبتاع، قال لهم لا، ما قاموا قابضين عليه، خدوه، تم القبض عليه، وقاموا خدوه وعذبوه وضربوه. شتم عبد الناصر، شتم ايدن، كان ايدن ده رئيس وزراء بريطانيا ايامها. طب انت فين زمالك؟ قال لهم ما اعرفش. مين معاك؟ ما اعرفش. خدوه وقبض عليه وودوه على القاعده الانجليزيه، وخدوه في طياره ودوه قبرص في مطار لارناك، نزلوه في لارناكا هناك ودخلوه مستشفى. وقعدوا مع جابوا الناس بقى المحققين، قالوا له تعالى يا حبيبي كده، انت راجل حلو قوي وجميل، انت بتاع الوقت، احنا عايزين هنسالك كام سؤال كده حلو وتعترف. اصل انت لو ما قلتلناش الكلام وما هنشيل عينيك، هناخد عينيك ليه؟ انتوا لما كنتوا بتضربوا في احد الضباط عندنا، حد ضرب في عينينه طير له عينه، احنا هناخد عينك نركبها، احد العينين نركبها للضابط اللي هو راحت عينيه، اما العين التانية احنا هنسيبها لك. والله قلت لنا اللي احنا عايزينه وجاوبتنا، يبقى كتر خيرك، هنسيب لك عين، يبقى عين تشوف بيها، وين احنا خدناها ما قدرنا ناخد، لان انتوا اللي ضلطونا، انتوا اللي خدتوا عينين الضابط بتاعنا، فاحنا هناخد عينيك، في ايه رايك؟ قال لهم انا ما يهمنيش حاجه ومش هقدر اتكلم. قالوا طيب هنقول حاجه تانية، ده انت عنيد قوي، احنا هنجيب الاذاعه البريطانيه دلوقتي، هناخدك في البي بي سي البريطانيه، وهنعمل لك كده كلمه، وعايزينك تتكلم كلمتين بس مش اكتر من كده. قال لهم هقول ايه؟ قالوا له كل اللي هتعمله هتشتم عبد الناصر وتشتم المصريين وتتكلم تقول ان انت عايش في حلو جوه، احنا بنعاملك معامله كويسه وكلها، وعملت كده يبقى زي الفل، وهنخفف عليك العقوبه. دي اغراءات من كل الانواع. هو طبعا تظاهر بالرضا، قال لهم خلاص ماشي يلا هاتوا، جابوا الاذاعه وجابوا الميكروفون وبدا يتكلم، قالوا يلا، قام قال ايه؟ تعيش مصر ويعيش جمال عبد الناصر ويسقط ايدن. قاموا ماسكينه وقفلوا الاشاعه وعملوا شوشره، وراحت الاذاعه ما ايه ما كان جاي على الهواء، وخدوا قالوا تعالى بقى، دخلوه المستشفى هناك في لرناكا، والدكتور بقابله قال له شوف بقى اخر فرصه، هتعترف ولا نشيل؟ قال له ما مش هعترف ولا اللي عارف حاجه. قال له تعالى، يقول لك فخدوه في غرفه مظلمه ودخلوه، وبعد كده بقى قعد حوالي يمكن 3 ساعات، وبعد طلع حس بقى بنار في عينيه، وعينيه رابطينه الاتنين بشاش ومطلعينه. قال لهم ايه ده انتوا عملتوا؟ قالوا احنا شلنا عينك. مش قلت له هتسيبوا عينه؟ قالوا لا، احنا طلبنا منك طلب انت رفضته، فانت دلوقتي بتطلب مننا ان احنا نسيب لك عين تاني، فاحنا رفضنا احنا كمان زي ما انت رفضت. وشالوا عينيه الاتنين ومسكوه ورجعوه تاني لبورسعيد، وقاموا قاعدينه في كازينو بالاس في محبس. الثوره ما سكتتش، كان في مجموعه صاعقه عرفوا مكانه، كانوا قاعدين في القاهره، فجت بقياده كمال الدين حسين، كان عضو مجلس الثوره، وعملوا مجموعه صاعقه واقتحموا كازينو بالاس وخطفوه وجابوه. علم جمال عبد الناصر بهذه الواقعه، طلب ان يقابله شخصيا، جه قابله
كلمه قال له بص يا محمد يا مهران، الانجليز قالوا لك ايه لما خدوا هناك؟ قال له يا ريس قالوا لي انت هتبقى عبره للمصريين. قال له لا، ده الانجليز غلطوا غلطه كبيره يا محمد، ده انت ما بقتش عبره، ده انت بقيت قدوه للمصريين وقدوه لكل حر في العالم، واحنا مش هنسيبك وهنعالجك. امر الزعيم جمال عبد الناصر وبدا يتصلوا بالمانيا بفرنسا بانجلترا يجيب اكبر الاطباء لمعالجته، وجم فعلا كبراء الاطباء في هذا الوقت اكتشفوا ان هم شالوا الاعصاب بتاعه العينتين عشان لا يمكن يرجع له النظر بتاتا. وكانت هي وطبعا عبد الناصر اللي قال له انت رمز للكفاح ورمز للنضال، وهتفضل طول عمرك محدش هينساك ابدا، لا من الشعب المصري ولا من الشعب البورسعيدي، وانت بطل وستظل بطل. وفضل من بعد كده مسك المتحف الحربي، بقى مدير المتحف الحربي، وكان بيقول قصته دي لكل الزائرين في المتحف ولكل الشباب ولكل الاولاد، وكل البورسعيد طبعا عارفاه، وطبعا ضحى بحياته، وده مثل من امثله التضحيه والكفاح والنضال لمحمد مهران. طيب إحنا في عندنا أي بطولات نسائية حصلت خلال والّا كان الرجالة بس اللي هايمين لا طبعا النساء كان لهم دور كبير جدا، النساء ده قاموا بادوار صعبه على الرجال كمان. يعني من امثلتها مثلا ام علي اللي هي فتحيه، استاذه فتحيه الاخرس، هي اسمها الاصل فتحيه بس كانت مشهوره بام علي. دي كانت ممرضه وكانت بتعمل في احد العيادات في بورسعيد، عياده الزرقاني، تمام، الدكتور الزرقاني. وكان دي عندي حاجه اسمها بولق النظام، او اللي هو اللي كان عند جامع الرحمه. هذه الست الفاضله كانت بتبقى بتستغل حته العياده دي، واحتضنت فيها مجموعه من الصعقه، كان بتخبي الاسلحه بتاعتهم جوه تحت السراير بتاعت المرضى، كانت بتحط لهم الحاجات الرسائل السريه والمعلومات السريه في رجلهم وتجبس عليه جبس وتضرطهم، كانت توصل الرسائل دي الى القاهره. كانت بتهرب اسلحه، كانت بتاخده على اساس ان بيجيبوا، كانوا زمان بيجيبوا، ما كانش ممنوع تمشي العربيات في بورسعيد، فكانوا بيجيبوا عربيات يوصلوا الاكل، فكانت بتجيب العربيه تحط السلاح وبعد كده تحطه فوق الخضار وتحطه فوق العيش وتمشي قدام الانجليزي وتخترق وتروح توصله للفدائيين بالاسلحه. قامت بدور خطير 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 ما كانش حد عارف يعمل، لدرجه في احد المواقف بصت وهي معاها جوه الفدائيين وموجودين، قالوا لها ده في ضباط انجليز جايين عليكي عايزين يقطعوا ده، شاكين في حاجه. على طول اديت لهم التعليمات، كانوا مجبسين رجلهم، نيمت كل واحد في سرير ومغطياه بملايه. واول ما دخلوا الانجليز، شوف ذكاء المراه البورسعيديه المصريه، قامت مصوته وصرخت، قالوا لها مين في ايه؟ قالت لهم واحد مات، هاتوا له عربيه الاسعاف. راحوا جابوا عربيه الاسعاف وقامت نقلت واحد عامل برضه فعلا ان هو مغمى عليه، دارته على ان هو ونسوا هم كانوا جايين ليه. يعني خلاص هي نسوا حطيتهم في حتة ده تانية هم خالص. جم خدوا ده وهم اللي وصلوه رجعوه، يعني هم اللي وصلوه للمكان اللي احنا عايزينه. قالت لهم لازم نروح المشرحه. شوف الذكاء وشوف قوه المراه. لا في عندنا امثله جميله جدا، ده مثال للرجال وده مثال للمراه، وفي امثله كتيره. في ما عندنا مثلا جواد علي حسني، في عندنا نبيل منصور، في عندنا لما خطبنا مرهاوس. لا في عندنا امثله كتير، في رجال اسعاف ابطال في بورسعيد كانوا بيستغلوا عربيه الاسعاف دي في تهريب الاسلحه برضه من بورسعيد للقاهره، وكانوا بيحطوا فيها فدائيين وبرضه بيجبسوهم وبرضه بيعتبروهم مرضى، وهو كل العربيات دي سلاح. وفعلا قاموا بواجب وطني كبير جدا، وهي دي المقاومه اللي خلت الانجليز ما استحملوش يقعدوا بعد النزول بالمظلات، ما عادوش، ده هو اسبوع وانتهت العمليه كانت 4 ايام، ما طولتش بعد كده وخلاص وانتهت. الشعب المصري ده هو اساس النضال واساس الكفاح لغايه النهارده. احنا ظروفنا عايشين فيه ولا زال الشعب المصري متماسك. وطبعا الكلام ده برضه احنا توارثناه بقى وتورث بقى، وجينات بقى اتورثت وظهرت اكتر منها واحسن منها وافضل منها كمان بكتير في حرب 67 وحرب 73. رغم ان 67 قلنا نكسه، هي ما تعتبرش نكسه وما تعتبرش حرب. يعني انا كرجل عسكري اقول لك دي مش حرب، دي معركه من المعارك، معركه واتخسرت لظروف ما. الجيش ضرب في مكانه، ما فيش عسكري ضرب طلقه ولا حد عمل حاجه، والجيش ارتد تاني مكانه وخلاص. طب 67 ديت هل احنا عديناها كده؟ هل احنا يأسنا؟ هل الجيش بقى قاعد وحط ايده على خده؟ بقت هل درس. بقى الدرس؟ شو درس قوي جدا، اقسم لك بالله ما في شعب هيعمل اللي عمله الشعب المصري في 67. في 67 الجيش ده كان بيترفع على الاعناق، وكان كل ضابط وكل جندي ماشي في البلد لازم يحتفى بيه من الشعب المصري. انا حضرت في 67 كانت الدبابات في بورسعيد كانت قاعده في الشوارع وفي الحارات، كان كل بيت لازم ينزل الاكل للعساكر، كل البيوت
تطبخ للعساكر واقفين جنبهم وبيشدوا بايديهم ويقولوا لهم ما يهمكوش، انتوا ابطال، انتوا شجعان. قوة الجيش اللي خدها في 67 اقسم بالله العظيم هي اللي خلتهم عملوا 73 بوقوف الشعب، لان الجيش هو الشعب. انت عارف ايه سبب ان الشعب كان الروح المعنويه مرتفعه ليه بقى؟ وهو مهزوم؟ اولا اولادهم كلهم في الجيش، ما احنا الجيش، احنا مش احنا جيش الشعب، طبعا. اخويا واخوك وابويا في الجيش، كانوا بيوصلوهم التدريب القاسي والحياة الصعبة اللي بيعيشوها في فترة 67 اللي في حرب الاستنزاف. احنا عملنا، احنا نتدرب، احنا هنعمل، احنا قويين، احنا طورنا، احنا هنحارب، ما تخافوش ولا يهمكم، ده احنا جيش بقينا قوي واستعدنا قوتنا. الجيش رفع معنويات شعب بدون وسائل اعلام، اولادهم اللي قالوا لهم وصلوا الروح المعنوية العالية للشعب. شوف وصل لغاية فين، لدرجة الشعب بقى اللي عنده عربية نقل كتب عليها مجهود حربي ده للجيش ببلاش، انقل فيها رمل اللي انت هتعمل بقى الخط بتاع السور الساتر بتاع التراب. الفنانين بقوا يسافروا دول اوروبا، ام كلثوم، عبد الحليم حافظ يعمل حفلات ويجيب الايراد بتاعه يقول لك مجهود حربي. ايه المنظومه الخطيره دي لوحدهم؟ ما حدش قال لهم اعملوا كده، محدش قال له غنوا هات لنا فلوس، وما حدش قال له هات عربيتي يا عم مش عايزين، لا يكتب عليها لازم يفضل مجهود حربي. مجهود حربي هتشتغل ببلاش للجيش. طن من الرمال دي كلها نقلها الشعب المصري مش الجيش. الجيش كان متفرغ للتدريب، وعملنا حرب الاستنزاف في 69 وانتهت الحرب الاستنزاف، وبدأ بعد كده الإعداد لحرب أكتوبر اللي احنا هنتكلم عليه إن شاء الله. سيادة العميد، احنا النهارده بعد ما عدينا بالمراحل الكتير من المعارك والحروب ومنها الانتصارات ومنها بعض الإخفاقات، احنا وصلنا بالروح المعنوية دي تخلينا ننتصر. حرب أكتوبر 73 أنا عارف طبعا من خلال معرفتي بحضرتك إن كان في إعداد جيد ليها جدا، في حاجات يعني ما كانتش هباء، في دراسات، وفي برضو كان عبد الناصر توفى، زعيم عبد الناصر توفى، وجاء بعده أنور السادات. أنور السادات كان عقلية خطيرة جدا، بتفكر بفكر اللي قدامها، عارف هو هيفكر إزاي، فأنا هعرف إزاي أخدعه من غير ما يعرف إن أنا بخدعه. عملوا حاجات كتير وحصل حاجات كتير. احكي لي شوية عن كواليس حرب أكتوبر قبلها وفي لحظة حرب أكتوبر. تمام. حرب أكتوبر أنا طبعا بدأتها من البداية، يعني أنا لما دخلت الكلية الحربية أنا دخلت سنة 70، خدوني بقى زي ما بيقولوا من ضرب النار، رحت على السودان على طول، ودخلنا في منطقة اسمها جبل الأولياء في السودان، كانت على النيل، منطقة النيل الأبيض والنيل الأزرق، وكان في هناك الكلية الحربية المصرية، فكان يبقى سنة في السودان وسنة في مصر، فتقضي الترمين، هم 4 ترم في الكلية الحربية. فأنا دخلت على طول، كنت لسه صغير، ثانويه عامه يعني 19 سنة تقريبا، 19 سنه بالظبط كده، وداخل على السودان. ما اعرفش اللي راحوا هم ركبوني طياره وقالوا انتوا في الكليه. خلاص انا فرحت، ما انا قابلت كليه حربيه، ادوني طياره، قلت اكيد الطياره دي هتوديني في معسكر مثلا في الزقازيق ولا حاجه. مثلا بصيت نزلت لقيت الإخوة السودانيين يعني السودان ايه ده؟ ايه اللي جابنا السودان وجنبنا نهر وكده؟ فقالوا لنا احنا في السودان دلوقتي عشان الظروف وكده، فاحنا هنقضي سنه هنا. قعدنا السنه دي سنه في منتهى القساوه، تدريب قاسي جدا جدا وقوي جدا، وانا لسه صغير انا ما اعرفش حاجه. خدونا كده يعني ايه تشكيله زي عجينه كده بيشكلوها، لدرجه ان ما كناش احنا خلاص يعني احنا مش عارفين نسال مين، محدش بيجاوب على حاجه اللي هم بيقولوا لنا بنعمله. السودان جوها غير مصر خالص، السودان بتمطر في الصيف، احنا كنا في عز الصيف وعرقانين، والمطره شغاله سيول فوق متصور، والحاجات وغرقانه ميه جامده جدا. ايه ده هنتدرب في الجو ده؟ في الجو ده. فضلنا ساكتين لدرجه احنا لسه مستجدين وحاطين كده كل طالب معاه مخله بحاجته وحاطينها. الميه لما غرقت العنابر اللي احنا قاعدين فيها، ما قاعدين في منطقه جبليه، منطقه قاسيه جدا، الميه خدت الحاجات دي وقامت في الماء، ما نعرفش راحت فين النخل بتاعتنا، كله داخل في بعضه، ما احنا ما نعرفش. أكيد طبعا. ما نعرفش، لدرجه ان الطلبه القدام قالوا لا، كل واحد يربط المخله بتاعته في السرير بتاعه. والحمد لله خدنا فتره التدريب القاسيه دي في الترمين، ورجعنا على القاهره عشان ناخد السنه الثانيه نتخرج في القاهره، وقعدنا تدريب بقى في القاهره نتخصص بقى. فانا تخصصت مدرعات، سلاح مدرعات، وطبعا الاسلحه مختلفه، اشاره مش كل واحد. وقعدت السنه بتاعه القاهره نتدرب التدريب بقى اللي هو التخصصي بقى القوي اللي هو بتاع السلاح بتاعنا. انا كنت من اول الدفعه، واول الدفعه دايما بيسالوهم يقولوا لهم تحبوا تروحوا فين؟ هل تروحوا الجبهه؟ بالظبط. بيبقى لنا افضليه، هل تروحوا الجبهه ولا تروحوا القاهره؟ طبعا القاهره بيروحوا الساعه 2، يعني حاجه يعني ايه بسيطه، لان مش جيش يعني مش هيتدرب في صحراء وكده. قلت لهم لا انا اروح الجبهه على طول. ودوني على طول على الفرقه 18 مشاة ميكانيكي اللي كانت واخده الاسماعيليه والانطره والكلام ده كله، ودخلت عليهم. اول ما دخلت خدوني من ايديا كده في عربيه بالليل، انا مش عارف رايح فين، الدنيا ضلمه، ماشي بعربيه وخلاص. نزلوني في خندق تحت الارض، دخلت تحت الارض، ناس نايمه ما صحتش، سبتهم نايمين، نمت معاهم، صحيت لقيتهم ظباط معايا، وانت اللي
أهلا وسهلا، اتعرفنا على بعض، قعدنا ما فيش يا دوبك 5 دقايق قالوا في عربية هنطلع بس عشان التدريب. طلعت طلعونا ودونا على الخط الريف اللي هو الساتر الترابي على طول. كانت أول أول لقطة ليك. حاجة والله ما شفت الوحدة بتاعتي، ما شفت مكانها. يعني لو نزلت أجازة كنت هقول له بعدها، قلت له أما ينزل أقول له أنزل فين، المنطقة اسمها إيه، ما أعرفش. ورحنا على الساتر الترابي، أنا شاركت في بناء السد الترابي ده سنة كاملة. طيب معالي العميد، احنا النهارده الحتة دي في حتة ناقصة عند بعض الشباب، اللي هي الخاصة بالساتر الترابي المصري. يعني ايه ساتر ترابي مصري؟ احنا اللي نعرفه خط بارليف، تمام. ان ده ساتر ترابي قوي ومنيع وحصين طب ايه ساتر الترابي المصري؟ الساتر الترابي المصري احنا بنقول ان احنا خط بارليف، اليهود عملوا خط بارليف، هو ساتر قدامنا على الضفه ايه الشرقيه، ساتر كبير جدا بارتفاع طبعا 20-25، يعني برج بارتفاع برج، وقاعده كده 25 متر عشان تمشي فيها المعدات، تمام، على طول الجبهه 180 كيلو، بحيث ان النهارده انت لما تقف في القناه في الغرب عندنا تبص مش شايف حاجه قدامك، ساتر تبص له كده، هم ورا الساتر بالظبط. فطبعا عملوا الساتر عشان يعملوا تجهيزات هندسيه، مش ساتر بس بقى، قاموا عاملين الغام وخلاص بقى لا ما اكتفوش بالالغام، وهم بعد كده حاطين اسلاك شائكه، بس لا مش بس، وبعد كده قاموا حاطين مدافع ورشاشات، وبعد كده داخل دوشن دبابات، وبعدين في المنطقه الخلفيه بقى الاحتياطي بتاعهم. فالعمليه صعبه جدا لدرجه ان كان في قطر بتاع في سينا مصري خدوا الفلنكات بتاعه السكه الحديد، عملوا بقى الخنادق بتاعتهم، وكمان شكاير رمل، وبعدين حفروا تحت الارض، يعني مهما تضرب هم تحت الارض. انت يعني اللي مكشوف، هم أنا اللي المكشوف، مستثرين. ولما يقفوا الارض تبقى بحيث راسهم الارض يعني جسمهم كله تحت، طب هتضرب ايه؟ ده انت لازم عايز توصل لهم لجوه وتمسكه كده وتضربه عشان تعرف توصل له اصلا. يعني عمليه صعبه. وطبعا انت مكشوف ليه؟ لانه مكشوف شايفك خالص. فكان احنا لابد نعمل ايه بقى، القياده بقى العسكريه والقياده السياسيه، ان لازم نعمل ساتر اعلى منهم عشان احنا اللي نكشف بقى. فبدانا نفكر في عمليه ساتر، فعملنا ساتر على طول القناه، طول الجبهه بالكامل حوالي من 180 ل 200 كيلو. اتعمل هذا الساتر واتعمل له ارضيات واتدربنا عليها، وعملنا اماكن فوق تقف في الدبابه تضرب، ما زال هم ما يعرفوش الكلام ده، اماكن لكل دبابه واتدربنا عليها، دبابتنا هتقف فين وده دبابته هتقف فين، كنا شايفينه. وبدانا نطلع فوق وهم طالعين فوق، احنا شايفين بعض احنا الاثنين، بس هو مش شايف ورا الساتر ايه وانا مش شايف ورا الساتر ايه، لكن عندي علم طبعا، قوات الصاعقه والمعلومات والاستطلاع جايبه لنا كل الاخبار اكيد ورسمنا الخط طبعا كل حاجه بدليل ان احنا كنا فاهمين كل كل حاجه سنتي. عندنا بالورقه والقلم، وعارفين قوتهم ايه ومدرعاتهم قد ايه ودورياتهم كل قد ايه وبيعملوا ايه واجازاتهم ايه واعيادهم ايه وبيبدلوا مع بعض كل قد ايه، لا كل الكلام ده معلوم، احنا مذاكرينه كويس جدا، وبقينا نيجي نقلع الرتب عشان ما يعرفوش ان في ضباط وفي قاده. يعني كان معانا ايام انا مثلا اللواء فؤاد عزيز غالي كان يقلع الكتافات ونقل الكتاف، وحسك تقلع كلنا واحد، اوفرول اخضر كل لون واحد، محدش يعرف حاجه، واحنا واقفين كده بندي التعليمات لبعض، تقول له شوف ده، عارف ده، شايف الدشمه دي، ما تشاورش بايدك، بص بس بعينيك، ايوه حاضر، انت عليك النقطه دي اللي انت هتدمرها، هتجيب كده الملازم احمد، النقطه الثانيه اللي في اليمين، شايف الواد اللي بيوقف ده، شوف الرشاش اللي قدامك ده بتاعك انت، ده انا مش عايزه يضرب بعد كده، حاضر، واحنا عمالين نتكلم، ويجيبوا قصب كده وشويه قصب ونقعد نمص قصب وناكل ذره، وبعدين شويه عساكر جايبينهم نقول لهم العبوا كوره على المصطبه كده، المصطبه بتاعتي ده، يقعدوا يلعبوا كوره جنبنا، ان احنا جايين يعني ايه، بنهزر ونضحك. رحله كم مره عملناها، كذا مره، فلغايه ما كملنا الساتر تماما، وقمنا عملنا محاكاه، خدنا اللي هو الخط بتاعه الساتر ده بالحاجات اللي انا قلتها لك كده بالتجهيزات الهندسيه ديت، وقمنا منفذينه على ترع الاسماعيليه بالمقاسات القوه، واتدربنا عليه كانك بتعبر خلاص. اتدربنا عليه كم مره؟ ممكن نتكلم مثلا 10 12 مره، مثلا 300 مره. 300 مره من 72 ل 73، ايه رايك؟ سنه فيها 300 مره. 300 مره جميع القوات اتدربت. ده انتوا كده تقريبا كل يوم مره حفظناه بالظبط كده، احنا مقيمين. انت مستني بقى تروح تنفذ. ما هو انت الوقت هتحارب، ما هو انت لو ما دخلتش من ده واقتحمت ده يبقى مفيش حرب، ما انت هتحارب ازاي؟ ما هو انت مركز على الحته دي بس، سينا فاضيه، ما انت مجرد تخش دي، انت لسه لما تحط رجلك بقى هتبدا الحرب، بس لو ما حطيتش رجلك مش مفيش حاجه. ده، ما هي دي موانع، وبعدين كل منع من ده بتعمله الدوله، بتعمله منع، كل دوله بتعمل منع واحد بس من دول، ده انت كفايه منع قناه السويس. ليه قناه السويس بالنسبه لنا؟ الميه، هنعبر الميه ازاي بالعساكر، وعندك 3/4 عساكر ما بيعرفوش يعوموا، وبعدين عايز انت ايه، قوارب تعدي،
وبعدين هتضربك في الميه، كل ضربه هتقع في هتوقع الميه، لك ناس. هتوقع الميه. ده لوحده المنع المائي ده معارك لوحده، ده عايز فكر، وده منع طبيعي لوحده، منع هم طبيعي مش مش هتقدر تعمل باذلين حاجه. مجهود فيه اصلا. بالظبط. وبعدين انت ماشي في موجه تجيبك يمين، موجه تجيبك شمال، هوا ودي يتقلب يغرق، البندقيه تقع في الميه تبوظ. ده اول حاجه، فلازم نركز فيه. عمالين نتضرب في الحته دي، الحته الصغننه دي، الحته اللي قد كده خدت مننا بقول لك مجهود وعرق، فاحنا نعملها. وبعدين انت ميه بس، ده انت داخل على الغام، لازم حد يجي قدامك يزيل الالغام دي. بالظبط، لازم ما ده لازم تعرف. لازم المهندسين العسكريين يوسعوا لنا المكان، ما احنا هنخلي هتتضرب فينا في دباباتنا. طب خلاص المهندسين العسكريين كل ده والمعركه تبقى شغاله والضرب شغال عليك وانت عايز تضربه. طب انت هتضرب ولا هتشيل الالغام ولا هتعوم في الميه ولا وعايز مهندسين تقص لك السلك الشائك، اسلاك شائكه، ما لازم تقصها وتطلع لنا ثغره. عايز بعد كده الرشاشات المدفعيه اللي عماله تضرب علينا هنعمل فيها ايه؟ احنا لازم نسكتها. العمليه صعبه جدا، بس التدريب الجيد. جندي المصري ذكي جدا وحمول جدا. انا كنت بحارب بجندي تجنيد 64، انا داخل على جندي 4 شرايط ركيب اول، انا اللي بتعلم منه، بقول له تعالى وريني. اول ما اتخرجت، انا متخرج بنجمه، بقيت اخدهم بالليل المؤهلات دول، ومؤهلات عليا معظمهم مؤهلات عليا. اقول له تعالى، ونقوم نازلين جوه الدبابه، اقول له علمني الرمي والمدفع والرشاش، بقى يشرحوا لي. رقيب 9 سنين في الجيش، وانا لسه انا جاي بقى لي ما فيش، انا جاي بقى لي شهر، فلازم اخد منه خبره. كانوا حاجه عظام، جند عظيم، جندي مصري، وكانوا عندهم اللهفه ان هم يستقبلوك ويعلموك وبتاع. قعدنا مع بعض، استفدت منهم استفاده جامده جدا. شوف بقى، ما تخش حرب بجندي بقى له 9 سنين في الجيش. انا دخلت دبابه، مش جيت دبابه اللي اتعلمت عليها في الكليه الحربيه، لقيت الجندي عامل لها ستاير ومنجد الكرسي ستان وحاطط مش عارف برواز جوه الدبابه. ايه ده الدبابه صالون. بالظبط كده. 6-9 سنين عايش في الدبابه، يقعد كده ويقعد، وكل حاجته موجوده جنبه، وصندوق صغير للعشاء العصير، وحته للسندوتشات، والكرسي اللي قاعد عليه عشان يعني المده كبيره منجده بشراشيب زي الصالون ده. حتى الفتحه بتاعته كلها فتحه حديد، لما كنا نضرب كانت قرتنا خبطه في الحديد تعورنا، لازم نمسك جامد. هو عامل جايب حته عامل زي كاوتش ولازقها عشان لما يتخبط بحاجه يعني ايه، حاجه جميله، كانه قاعد مش بيحارب، ده قاعد حاجه جميله مسليه. كانوا يقعدوا يتباروا مع بعض ويتسابقوا مع بعض، مين يقدر يفك السلاح اللي قدامنا دهوت بالليل وهو متغمى عينيه، يركبوه تاني. شوف قوه التدريب، شوف كفاءه الجند حفظ المصري، كل سنتي في السلاح. بقول لك كفاءه لا يعلى عليها. غير ان الباحث المصري او الضابط المصري والجند المصري، احنا عملنا تعديلات كتير جدا في جميع الاسلحه بتاعتنا دون ان تدري اسرائيل ودون ان تدري الاتحاد السوفيتي اللي كان بيسلحنا. احنا شلنا مواسير المدافع وحطينا عيار اكبر عشان تدينا مدى اكبر، عشان تدينا كفاءه اكتر، دون علم صاحب السلاح اصلا عشان ما يبلغش، ما هي سريه، دي نوع من السريه. تمام. الطياره اللي كانت تبص على الميج 17 والطيارات الاعتراضيه اللي هي تعترض بس، حولناها اعتراضيه مقاتله، فكانت اسرائيل لما تشوفها دي اعتراضيه تبص تلاقيها طلعت صاروخ. المفاجاه جت ساعه الحرب وهم يعلموا ان الدبابه بتضربها دبابه، لا احنا ما عملناش كده. خلينا العسكري المشاة مع RPG بتاع دبابات بحته بتاع طلقه كده، صاروا انتوا كنتوا بتشوفوا الافلام دي، يحطوا على كتفه ومضارب الطلقه، الدبابه تبقى كنت نار، والدبابه ما تضربهاش، الدبابه تفرغها المسافات البعيده، ال 2000 كيلو 3000 كيلو، والعسكري ما بيبانش الدبابه. انا لما بكون قاعد في الدبابه وبسوقها عندي منطقه اسمها المنطقه الميته، ما اشوفش قدامي الدبابه عاليه، هو ماشي وعسكري المشاة المصري جنبه يقوم جايبه يقوم ضربه من بطن الدبابه، وهي اضعف نقطه في الدبابه بطن الدبابه، واحنا معلمينه على كده، ما تضربش في الجنب، اضرب في البطن. غير بقى ان حرب الخداع بقى دي حاجه تانية بقى خالص. اتخدعت ازاي اسرائيل، ازاي اخترنا اليوم، ازاي اخترنا الساعه، ازاي اخترنا الشهر. احنا حابين نعرف كده من حضرتك كم مره احنا عملنا الموضوع ده عشان نخدعهم ان احنا هنحارب وما حاربناش؟ عملناها حوالي 3 مرات، والرابعه كانت الحرب. وال3 مرات دول كانوا بالتجهيزات دي كامله؟ بالظبط، نزلنا القوارب وحطيناها بس ما دخلناش الميه، ونقعد نقول نلبس ويلا واستعدوا ونقوم راجعين تاني. هم بقى يشدوا طوارئ ويشغلوا دبابات ويستهلكوا بنزين ويستدعوا العساكر بتاعتهم ومش عارف، نقعد 3 ايام ونقوم مروحين ونقعد لنا شهر وهنرجع تاني، بتكلفهم جامد. عملنا الرابعه بقى فكروا ان احنا برضه نفس العمليه، كانت هي الحرب. ولما حاربنا كان الخطط ليها يعني توقيت واستراتيجيات. شوف انت بتقول ان هنا الحرب بدأت 2:10، انا دخلت الحرب دي الساعه 7 بالليل، كان دور الساعه 7،
دي خطوات. ليه بقى؟ لان من 2:15 المهندسين بتعمل لنا الكباري ومستنيين القمر لما الدنيا تضلم. القمر فيه نص نور ونص ضلمه، النص النور في الاول المهندسين بتركب، النص الضوء الضلمه اللي في الاخر الجنود بتعدي عشان ما يشوفوناش. وكل التوقيتات مناسبه للقوات البحريه، ما يبقاش فيها موجه، مناسبه للقوات الجويه، ما يبقاش في الشمس في عين الطيار. اسرائيل يوم كيبور يوم الغفران عندهم اجازه، عندهم عيد، بياخدوا اجازه كلهم، بيستدعوا قواتهم بالاذاعه، الاذاعه بتبقى اجازه، هيستدعوهم ازاي؟ اتفاجئوا مش عارفين يلموا الجنود، مش عارفين يلموا الجيش، انتهت العمليه، دخلنا سينا قعدنا، بداوا يفوقوا تاني يوم بقى ويستدعوهم، كنا احنا خدنا مواقعنا كلها في سينا. فبقيت انت اللي مسيطر. خلاص بقى، انت ما بقول لك الضربه الاولى، انت المبادئ، انت المفاجاه. قول لي النهارده بعد ما عدينا كل السنين دي من 73، الحرب اللي احنا عايشينها دلوقتي في التنميه، احنا كجيل اكتوبر المعركه بتاعتنا كانت في الميدان بالمدفع والسلاح والدبابه وكده. معركه الجيل الحالي الشباب النهارده هي معركه تنميه وانتاج. يعني الرجل في مصنعه، ده المصنع ده الميدان بتاعه، الطالب المدرسه دي الميدان بتاعه، بقى كلا في ميدانه. هو مطلوب مننا كلنا كشعب وكشباب لازم كلنا نعمل من اجل تنميه بلدنا، وان احنا ما نصدقش اشاعات وما نصدقش اقاويل عن الدوله المصريه. الدوله المصريه قايمه بكل حاجه صح. اوعوا تسمعوا كلام، الاشاعه خطيره جدا، الاشاعه دي نار مولعه تولع الدنيا، تمام. ولازم يكون عندنا وعي وتنميه، ولازم نحب بلدنا وما نقبلش عنها كلمه وحشه، وما نصدقش كل خبر وحش، ما نسمحش حد يتكلم مش كويس حتى لو احنا ظروفنا الاقتصاديه صعبه. بس احنا مصر، ادي انت شفت الشعوب اللي حوالينا، شفت الدول العربيه، شفت العراق، شفت ليبيا، شفت السودان، شفت اليمن، كل ده ما عادش في دوله، والشعب ساب بلده وهج. فلازم احنا نقف جنب القياده السياسيه ونقف جنب الجيش، لان الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. انا بتكلم كمان المعلمين في المدارس عشان يدوا لهم محاضرات، لازم يدي ندوات عن التنميه والوعي. ولازم المعلم ده ما يديش منهج بس، لا، ده المعلم ده هو اللي بايه، هو اللي بيشكل العقول، هو اللي بينمي الوعي. والحمد لله ان الشباب بتاعنا ذكي جدا ومتفوق جدا وماشي باسلوب صح. بس في بعض القلائل بتصدق الحاجات دي، فيا ريت ما نصدقهاش، ويا ريت ان احنا كل واحد يعمل في مجاله، وان شاء الله بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا. باشكر حضرتك يا سيادة العميد، ويعني حلقة مشوقة جدًا، يمكن حلقة مش كفاية، لأن طبعًا في كلام كتير لو كتير. قعدنا نقوله، بس طبعًا عشان حابين إن إحنا نخلّي الناس تتفرّج على كل حاجة وتسمع كل حاجة بتفاصيلها، إحنا حابين نشكر سيادة العميد، وإن شاء الله يعني الناس تستوعب الدروس اللي اتقالت، لأن فعلًا النهارده الحروب ما عادش السلاح بيتوجه ليك، بقت السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي اللي بتخلّي الواحد يسمع كلام يضايقه، يكره بلده، يشوف إن هي ماشية غلط، يحاول يكسّرها من جوّه، يحاول ما يبنيش. كل الحاجات دي سيادة العميد قال لنا عليها، ويا ريت إن إحنا ناخد بالنا منها. إن شاء الله الحلقة تبقى عاجباكم بإذن الله، ونعمل حلقات تانية وتالتة عن التاريخ. ولو عجبتكم الحلقة اعمل لايك واشتراك في القناة، واستنونا في حلقات جاية مع بودكاست معرفة. سلام.